السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير جميعا. النهارده معانا فيديو حلو جدا، الفيديو بتاعنا من روايح عيد الأضحى. كل سنة وانتم طيبين جميعا، خلاص العيد قرب وهنعمل مع بعض كل الأكلات بتاعة عيد الأضحى. هنعمل مع بعض النهارده الفشة. الفشة دي من الأكلات الحلوة جدا اللي كل الناس بتحبها ومفيش اختلاف عليها. تعالوا نشوف مع الفيديو بتاعنا عشان ما نطولش مع بعض كتير. هنعملها مع بعض بكل سهولة. وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتكون كلها عن اكلات عيد الاضحى، بس تابعونا، واللي مش عامل اشتراك يعمل اشتراك في القناه ولايك وشير. تعالوا نبدا مع بعض. هنا معايا الفشه بتاعتي. اي وزن بقى تحبي هاتي كيلو، جربي فيه لو مش بتعمليها ولا بتحبيها. هاتي الفشه كلها زي ما تحبي، اي حاجه كلها تتعمل بنفس الطريقه. انا اول حاجه هنا جبتها، نقعتها كويس وغسلتها ميه وملح وليمون. اوعوا يا جماعه، حذاري حذاري نحط خل، يعني اي حاجه من الحاجات دي، ولا ممبار ولا فشه ولا كرشه ولا اي حاجه ما تحطوش معاها خل ارجوكم. الخل بيثبت ريحه الزفاره، فاحنا نبقى متفقين ان خلي لا. انا هنا نقعتها مره واثنين وثلاثه لما صفت كل الدم اللي فيها ونزلته، بقت الميه بتاعتها لونها حلو. وهنا بقى ما فيهاش تقطيع دلوقتي خالص، يعني بقى ما باجيش جنبها خالص الا بعد السلق. ميه مغليه. انا ما بفضلش احط في الميه حاجه، يعني ولا بوكيه جرنيه ولا اي حاجه خالص، لان كده كده انا هرمي الميه دي، فمش محتاجه حاجه. انا محتاجه ميه مغليه تتسلق فيها عشان تتماسك معايا واعرف اقطعها شرايح. طبعا لو حابه تحطي في ميه السلق بتاعتها اي معطرات مفيش مشكله حطي، بس انا بقولك على الطريقه بتاعتي. انا ما بحطش فيها حاجه خالص. شويه ميه مغليه واسلقها فيها. سلقه تسويه، مش سلقه بس ان هي تتماسك معايا، لا تسويه، لان انا بعد كده مش هسويها، انا هشوحها في حته دهنه كده وشويه زيت وملح وفلفل وشكرا، مش هنعمل حاجه تاني. انا هنا بعد ما اتسلقت معايا سبتها بردت وقطعتها شرايح زي ما انتوا شفتوا في الصوره كده. دي معانا حته دهنه كده، دهنه بقى من بيت الكلوه او من الدش، اي نوع دهن كده. بحط شويه زيت وبحط الدهن ده فيه ايه يسيح. الدهن ده مش مسلوق، اوعى تسلقوا الدهن، مش خلاص مش هنعمل فيه حاجه تاني. الدهن ده ني، حطه كده ايه يسيح كده عشان يدي طعم للفشه بتاعتي بعد لما اجي اشوحها فيه. ما عندكيش بقى دهن وكده خلاص استغني عنه خالص، وحته زبده كويسه مع شويه زيت وخلاص. انا كل اللي هعمله هنا، دي الطريقه بتاعتي المفضله اللي انا بحبها، اشوحها في شويه الدهن دول وشويه الزيت وملح وفلفل فقط لا غير، مش هحط حاجه تاني خالص خالص. في ناس بقى بتحب تحط فلفل اخضر وبصل وتوم وتعملها معامله الكبده، بألف هنا. اللي يحب يعملها كده يعملها، اللي يحب يعملها محمرة كده زي ما انا عملتها. الاتنين صح، والاتنين كل واحد على حسب ذوقه وعلى حسب ما بيحب ياكلها، بس هي في كل الحالات في منتهى الروعة، طعمها حلو جدا. بس الطريقة دي اللي انا بقولك عليها دي، حتى لو ولادك صغيرين مش بيحبوها، بيحسوا ان هي لحمة طرية، بيحسوا ان هي كبدة، فما بيستبعد فكرة خالص ان هي حاجة هما مش بيحبوها. انا عندي ولادي كلوها بالطريقه دي وحبوها وكانت حلوه جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، ومتنسوناش من اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بعد كده. السلام عليكم ورحمه الله.